لحد دلوقتي مش عارف انه ازاي بعمل فيديوهات ولسه ما اتكلمتش عن الصلاة، وانا هنا مش شيخ ولا داعية خالص، ده لانه لسه مش وصلت للمستوى ده، وانما بكلمك هنا وانا شاب مسلم بحاول اجتهد علشان عندي جنة عايز اخشها. كلامي عن الصلاة هيكون مختلف تماما. تعالوا نرجع كام سنة لما ربنا من عليا وبقيت بصلي بجد، مش بصلي اي كلام علشان اهلي ولا علشان شكل قصاد الناس. بفضل الله بقيت بصلي في سنة اظن انها كانت مهمة في حياتي، وهي تالتة ثانوي، واظن ان اغلبنا عمل كده، لكن تالتة ثانوي كانت البداية. مريت بحاجات كتير جدا في السنة دي، ولكن حرفيا كل ما بقعد مع حالي واشوف ازاي تخطيت ده بنفس طيبة مطمئنة بسلام داخلي كبير، مش بلاقي اي اجابة غير انه بسبب الصلاة. وانا هنا بكلمك عن الصلاة اللي بجد، مش مجرد حركات بنعملها والسلام. زي كتير مننا لما بيصلي بيخطف الصلاة في دقيقتين، وقبل ما يخش في الصلاة بيسأل نفسه هو انا هخلص امتى. عديت تالتة ثانوي بفضل الله ودخلت الكلية اللي بحلم بيها، وزي ما قلت لك ان تالتة ثانوي كانت البداية، بعدها حرفيا الدنيا بدأت تشد عليا اكتر واكتر، وبفضل الله كنت بجتهد علشان احافظ على الصلاة. بالتالي والله كنت بتخطى مواقف وظروف ومشاكل وهموم كتير قوي بفضل الصلاة. حقيقي اقدر اقول انها وقود ليا، وبفضل الله كان كل حاجة من دول بتخطاها وبنجح فيها كمان بفضل الله بشكل عمري ما كنت اتخيله ولا اعرف ازاي. لكن زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان ربنا وضع قوانين في الارض، سعي زائد التوكل يديك معجزات. بس النهارده هنحط شرط ثالث للمعادلة دي عشان بجد تلاقي المعجزات، وهو الصلاة. ما اقدرش اقول ان وصلت هنا غير بسبب الصلاة، ولحد دلوقتي والله ما اعرف ازاي الناس اللي مش بتصلي عايشة كده، اللي هو ازاي حد يحرم نفسه من لذة وهدوء وراحة وسكينة واحاسيس والله انا ما عارف اوصفها، ويسيب كل ده ويروح يواجه هموم الدنيا لوحده. عبيط والله، هيتكسر وهياخد على دماغه، وده لانه لوحده مش هيعرف. الصلاة هي المدد والعون، هي السلاح بتاعك ومفتاح نجاحك في الدنيا قبل الاخرة. طب ازاي نحافظ عليها؟ اول حاجة نفهم اننا عبيد عند ربنا، يعني اللي ربنا يأمرنا بيه ننفذه، سواء كنا فاهمين الحكمة من ده ولا لا. احنا عبيد عنده بس، مش مهم انا لما بصلي بحس بخشوع وبعيط في الاول ولا لا. انت اجتهد، جت معاك الحمد لله، ما جاتش ان شاء الله اجرك محسوب. لما تفهم بجد انك عبد وان العبد ملوش حرية يعمل حاجة غير اللي سيده امره بيها، حاجات كتير هتتغير جوانا. ولو النقطة دي عندك فيها مشكلة فانت عندك خلل في العقيدة، الحق صلحه بسرعة. زي ما قلت لك ان الصلاة هي سلاحك في الدنيا، هي برضه سلاحك في القبر، يعني هتحميك من عذاب القبر. مش كده وبس، لا، خد الاوبشن الرهيب ده، ان الصلاة اول حاجة تتسأل عليها يوم القيامة، لو صلحت صلح سائر العمل. ارحنا بها يا بلال. يعني الصلاة للراحة. كلنا بنجري في الدنيا جري كتير، وكل حاجة حوالينا بتجري بسرعة رهيبة، وكل ده بياكل مننا ومن نفسيتنا جامد. فلازم يكون عندنا وقت نقف وناخد نفسنا ونشحن نفسنا ونرجع تاني للعالم ده، والا هنقع وهنكسر. والوقت ده هو وقت الصلاة. عرفت ان ربنا معايا دايما، وهو الوحيد اللي بيحن عليا، وهو الوحيد اللي بيفرحني، وهو اللي بيلطف بيا، وهو اللي بيقبلني بكل ظروفي بكل احوالي، لانه ربي وهو اللي بيسبب الاسباب. فانكسفت ان يجي ميعاد مقابلته وانا اكسل او اطنش. لو حد بيحب حد بيكون عاوز يشوفه كل لحظة، فما بالك لما قلبك يتعلق بربنا. الصلاة مش فرض بس، لا، دي ركن اساسي من اركان الاسلام، والعلماء اختلفوا في حكم اللي يسيبها سواء كان كافر او عمل كبيرة من الكبائر. انا ليه احط نفسي في المكان ده؟ ما لقيتش نفسي بجد غير في الصلاة. وهنا انا بكلمك عن القيام مش الفروض بس. اول ما يحصل حاجة ويسيبني بلاء ولا الدنيا تديني على دماغي جامد، بفضل متحمل لحد الليل، واجي افرد المصلية واصلي، ومع اول سجدة الدموع بتنزل، وبقول كل حاجة لربنا بأدب، هو بيسمعني ومش بيردني خائب. الصلاة حلوة قوي بجد والله، عمرك ما هتفلح من غيرها. حتى لو بتحس بصعوبة فده في البداية بس، لكن بعد كده هتلاقي نفسك بتستنى ميعاد الصلاة. ادعي الدعاء ده دايما، اللهم اجعلني مدمن على الصلاة. الموت هيجي في لحظة والله، وبدون اي مقدمات. الحياة هتنتهي وهتتكفن ومفيش رجوع تاني. ده يخليك تحسبها 1000 مرة قبل ما تفوت فرض، اللي هو لحظة وكل الدنيا دي هتزول نهائي، وهنروح عند ربنا ومش هنرجع تاني. خلي الموت دايما على بالك، لانه هيصلح كتير قوي من حياتك. وحتى لو ذنوبك كتير اياك تبعد عن الصلاة. كلنا والله العظيم اصحاب ذنوب. افتكر ان نص العمى ولا العمى كله، وانسى فكرة ان ربنا ما بيروح لهوش غير المؤمنين اللي ما بيغلطوش بس. ده غلط والشيطان بيستغفلك، فروح له وين والتوبة، وقف واطلب منه العفو والسماح. كان في واحدة بتزني، لكن لما سمعت الاذان قامت وسابت الزنا وتطهرت وتوضت وصلت، فربنا امتها على الوضع ده، فماتت وهي على سجادة الصلاة، فدخلت الجنة. وهقول لك حاجة تساعدك ترتاح في الصلاة، لما تقول الله اكبر وتخش في الصلاة، اعرف وقتها انك واقف بين ايدين الرحمن، واقف بين ايدين ربنا، واقف بين ايدين اللي خلقك، اللي خلق كل حاجة حواليك، واقف بين ايدين عظيم، يعني واقف بين ايدين حبيبك. وابدأ بدعاء الاستفتاح، وبعدها خش بالفاتحة. ولما تقرأ الفاتحة اقرأها بالراحة بتأني، تدبر في معانيها. كل آية لها معنى بيساعدك على الخشوع. ولو مش عارف معاني الفاتحة فالدكتور احمد عبد المنعم عامل تفسيرها في 20 دقيقة، هيفرقوا معاك جامد. واركع بهدوء واسجد بهدوء وخد وقتك، وادعي بكل اللي في نفسك بيه، لكن بأدب، لانك بتطلب من العظيم ملك السماوات
السماوات والأرض، وكل حركة من حركات الصلاة اعملها بالراحة لحد ما تطمئن، وده ركن أساسي من أركان الصلاة. ومش تقول التسابيح والحمد بسرعة وتجري، ادعي بالراحة. انت لو في انترفيو فانت بتتعمد انك تتكلم بالراحة عشان اللي قدامك يفهمك، ما بالك لما تكون واقف قصاد الرحمن. حقيقي من وجهة نظري الصلاة مش فرض بس، الصلاة هي أسلوب حياة. سلام.